اش من لغه خصني نكون كندوي باش نولي مضيف في الطيران؟ واش خصني نخدم في الضيافه الجويه دبلوم ولا نخدم غير مور الباك؟ كاين عندنا الاوبن داي، وشحال من ساعه كنخدموا في النهار، واش غنخدموا في المغرب ولا في اليو كي؟ هاد الاسئله كاملين غادي نجاوبوا عليهم ان شاء الله في هذا الفيديو. خليونا نكبوا حويز ديالاتي الصحه والراحه. يلا نمشي. ايوه خليني ندير تمام. الشركه اللي غندويو عليها الاخوان اليوم هي الشركه ديال راين اير اللي انا خدام معاهم والدراري صحابي كاملين خدامين معاها. راين اير هي واحد الشركه ايرلنديه was founded in 1984 قدرت انها تكتسح السوق الاوروبي وحتى السوق المغربي حاليا. قدرت تلقاها في مراكش، تلقاها في الرباط، تلقاها في صويرات، تلقاها في ورزازات، تلقاها في اكادير، يعني بزاف ديال المدن المغربيه. قدرت انها تخلق فرص شغل في المغرب، وقدرت انها تخدم 467 شاب مغربي في المغرب، وصيفطات 545 شاب مغربي اليونايتد كينغدوم. ما بين المغرب واليوكي قدرت انها تخدم او تخلق فرص شغل ل1000 شاب مغربي. اول حاجه غنبداو بها الاخوان واللي خصك ضروري تكون كتعرف ليها، بما ان الناس كيجيو كيطيروا معاك من العالم، يعني ما يمكنش انك تعرف اللغه ديال اي واحد فيهم. اللغه اللي كتجمع بيناتنا هي اللغه الانجليزيه، ماشي زعما تكون نيتيف سبيكر في هذه اللغه هذه، وانما تكون كتفهم الباساجير اللي طايرين معاك، تكون كتفهم الطاقم اللي طاير معاك. تقدر تكون كطير مع ناس من البرتغال، من اسبانيا، تقدر تكون كطير مع ناس من ايطاليا، يعني من جميع البلدان في اوروبا. لذلك كتجمعكم لغه واحده وهي اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه غنحيدوا علينا هي اول لغه خصك تعلم لها الا بغيتي تدخل لهذا المجال هذا، خصوصا الا كنتي غتخدم ايرلاينز دين اخرين مثلا بحال الاميريتس، اتحاد ايرويز، قطر ايرويز. يعني اللغه الانجليزيه هي اهم حاجه، هي اهم لغه خصك تتعلم لها. ماشي بالضروره تتعلم اللغه الانجليزيه باش تخدم في المجال ديال الضيافه الجويه، وانما اللغه الانجليزيه كتفتح لك ابواب بزاف. تقدر تخدم في السياحه، تخدم في اوتيلات، تخدم برا، يعني دبر على شي كونطرا واحده اخرى في شي بلاصه دول كتدوي بالانجليزيه مثلا بحال اليو كي ولا امريكان ولا كندا ولا شي بلايص وحدين اخرين. النقطه هذه سالينا معها، يعني خصك ضروري تكون كتدوي اللغه اللي غادي توصل لك فكره الناس اللي طاير معاهم والناس اللي انت مديهم الديستيناسيون اللي غادي لها. ثاني حاجه الاخوان ضروري تكون عندك اكثر من 18 عام، يعني ما يمكنش انك تكون عندك 16 عام 17 عام وتكون جاي باغي تخدم في هذا المجال هذا. 18 عام، علاش خصها تكون عندك 18 عام؟ 18 عام هي الوقت فين كتسالي الدراسه ديالك، البكالوريا، اي حاجه درتيها. ملي غتسالي قرايتك غادي توجد راسك باش انك تدخل سوق الشغل. كاينين الناس كيقراو في مدارس، وبطبيعه الحال ماشي مشكل انك تقرا في مدرسه ديال الطيران. علاش؟ حيت انك كتزود الاكسبيريونس ديالك، كتاخذ فكره عامه على هذا المجال هذا، واللي غادي يساعدك انك تدخل في سوق الشغل مع شركات كبار اللي ذكرناهم قبل. ثالث حاجه الاخوان هي الطول ديالك. ضروري ما تكونش طويل بزاف وما تكونش قصير بزاف. مثلا بحال الشركه اللي خدام معاهم انايا راين اير، ضروري يكون الطول ديالك ما بين 157 سنتيمتر حتى 188 سنتيمتر في الطول. علاش هذا الشيء هذا؟ علاش باغيين يكون الطول ديالك بين 157 حتى 188 سنتيمتر؟ باش تكون قادر انك توصل لهات بينز، تحط الباكاج ديالك الفوق، باش الا طلبك شي باساجي تحط ليه الباكس الفوق وتعاونوا تحط ليه الباك. اخوان الطول ما يكونش بنادم طويل وما يكونش بنادم قصير. رابع حاجه الاخوان هي تكون كتعرف تعوم. صراحه ما كنتش كنعرف نعوم، ولكن ملي كان عندي تريننج كورس قدرت انني ناخذ كوتش اللي علمني نعوم. صراحه كنت كنخلصو وكنمشي ندوز ما بين تريننج كورس وفاش كنخرج من القرايه، فاش كنقرا العشيه كنمشي كنتعلم نعوم.
الصراحه قدرت انني نتعلم. وخصك تعوم 25 متر، هذه بالنسبه لرايان اير. اذا ما عندكش السوق انت عومها عومه الكلب، عومها اي عومه كتحب، المهم تعوم هذيك 25 متر وتحيدها عليه. سوا الاخوان رايان اير او الخدمه ديال مضيف طيران فيها بزاف ديال التشالنجز. من هاد التشالنجز هادو هو انك خصك ديما تكون فليكسيبل، خصك ديما تكون عندك الخاطر باش انك تتعامل مع الكاستمرز، خصك ديما تكون في المود ديالك، خصك ديما تكون سمايلي، ديما تبقى تهضر مع بنادم بطريقه محترمه. اهم حاجه الاخوان في هذه الخدمه هذه هي السلامه ديال الباساجي او الباسنجرز اللي كيكونوا طايرين معاك. وهذه الخدمه الاخوان ماشي هي انك تسربي الفود او لا تسربي في السماء او تسربي في السماء كما كيقولوا ليها، وانما هي كبر من هذا الشيء بزاف. اذا كان خصك تحرص على سلامه المسافرين اللي غاديين معاك، تكون عندك الخاطر كل نهار، يعني تفيق في الصباح بكري. يعني بعض المرات راه كنفيق مع 3:30 باش انني ناخذ الباص اللي كيكون غادي للمطار مع 24 دقيقه. الصوره ما سهلاش. بعض المرات تقدر تخدم 12 ساعه، تقدر 8 السوايع، بعض المرات تقدر كاع ما تخدمش. يعني كاي خدمه فيها الصعيب وفيها السهل. الا بغيتي تعرف بزاف ديال المعلومات ونجاوبك على بزاف ديال الاسئله اللي صراحه دابا تطرقنا غير للبيسكس، او يعني شنو الريكوايرمنتس اللي خصهم يكونوا عندك باش انك تخدم كمضيف طيران. ولكن الا بغيتي تعرف اكثر ضروري تخلي لي الاسئله ديالك في الكومنتس، وتخلي لي الاسئله ديالك في انستغرام، في تيك توك. ما تبقاش تصيفط لي السلام واش ممكن نسولك. السلام عليكم محمد، واعطيني السؤال ديريكت، انا غادي نقرا السؤال وغادي نوطي عندي في الفيديو الجاي ان شاء الله غنجاوب على كل شيء. كنوعدكم غنجاوب على كل شيء. باش تعرف فين غتقرا، بغيتي تعرف شنو خصك تقرا، بغيتي تعرف اي حاجه، بليز سولني ديريكت. الخدمه هذه فيها السهل وفيها الصعيب. يعني ما غاديش نوعدك انك غادي تلقى الجنه في هذه الخدمه هذه، وما غاديش نوعدك انك غادي تلقى الصعوبات في هذه الخدمه هذه. يعني اي حاجه غير بالولف، كاي خدمه في العالم كله ملي كتولفها راه كتولفها، وملي كتولفها راه ما كتبغيش تخرج منها. ضروري انك وبعض المرات كتكون غير جالس ما خدامش وكتقول يا ريت يعيطوا لي نمشي غير نخدم. وبعض المرات كينزلوا عليك بالخدمه حتى ما كتحملش راسك. فيها الصعيب وفيها السهل. يا اخوان نشوفكم في الفيديو الجاي. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. شحال من واحد باغي هاد الفيديوهات هادو، شحال من واحد في المغرب والله ما عارف شنو هي الضيافه الجويه، كيف ما كنت انايا ما كنت عارف عليها حتى معلومه. ان شاء الله واحد الدري صاحبي في الفيديو الجاي غادي ندير معاه غنجلسوا انا وياه غادي ندويو وغادي نعرفوا كل واحد فينا قصته كيفاش دخل هذا المجال هذا. الى عجبكم هذا الفيديو هذا خليو لينا الاسئله لتحت اللي غنجاوبوا عليهم انا والدري صاحبي في الفيديو الجاي ان شاء الله. نيرت شكرا بزاف. سي يو سون.